تفاهه ما عاجبهمش الحال حيت واحد كيضرب الصاف هو غير كيدوي. كي بغيتي تمشي يقول لك في كريسي كاين الناس بغا يدير بحال ما غاديش تستقلك باش نكون متعرف. اللي تيدير بحال القرد وتيدير الاصوات ديال الحمار ما بقاش باغي شي واحد يعاود ليه على التاريخ البيزنطي. المشكل هو المالك. والساب خوتي والساب، اليوم البودكاست ديالنا غيكون على المالكي والتفاهه، وشنو علاقه المالكي بالتفاهه. التفاهه بالنسبه لهم هو هذاك اللي كياخذها ساهله. لا خصك تنوض في الصباح مع 8 د الصباح تخدم بحالنا وتصب عليك الشتا وتزاحم في الطابيسات. كيفاش هادشي خونا كيربح الفلوس هو جالس لا متفقش، خصو تا هو يتمح كدا ويتمحن عاد فين يتسمى راه كدا. ماشي هاد المساله ديال التفاهه راه كنت هذيك من الدوله طايحه في تناقض، لان كتصرف كتصرف على شكون كيجي في فيستيفال مثلا موازين موسيقى شنو كتقدم للدوله؟ والو، راه كيجي فنان كيضرب 100 مليون ما كيقدم والو. واش كيبني لك شي في السبيطار؟ راه كيغني. اذا التصنيف ديال التفاهه هنايا تصنيف غلط عند المغاربه. يا اما تعرف ليا بانه واحد الانسان ما كيعطي حتى شي بينيفيتس البلاد، ولا تقول لي لا هذاك الانسان قدوه سيئه. حيت دابا صح ملي كنسمع في دوزام ولا في مواقع التواصل الاجتماعي هذاك الانسان تافه وكذا دائما يربطوا اخلاقيا. مثلا نعطي مثال بالجيمين. الجيمين كتعتبر من اكبر الصناعات في العالم دابا. بالنسبه لك انت راه تافه، لان الشاب كيشري جيم ب2000 درهم ولا ما عرفت ب4000 درهم باش يلعب، فهمتيني؟ ولكن هو بالنسبه ليه راه كيروح على الداد ديالو. دابا البلان ديال كما قلتي هو اصلا التأثير ديال هذاك الشخص. حيت مثلا بحال المالكي ولا كذا راه داك الشيء اللي كيديروا نفسه اللي كيديروا في ستاند اب وستار لايت. ما شنو كيديروا هذوك اللي في كوميدي؟ شنو كيديروا شنو هو كنستافد؟ ما كاين اصلا ما كيضحكوش. اللي الناس اللي كيتبعوا راه كيضحكهم. هذا هو الواقع، بغيتي ولا كرهتي راه كيضحكهم. شافوا انه كيشبه لهم. المالكي مثلا الكوميدي ديالو فيها حريه. الدراري كيشاركوا في كوميديا راه عندهم، ولكن فاش كتربطوا بمواضيع معينه ما غيعطيكش داك الشيء اللي خصو يتعطى. المالكي اللي عنده حريه كامله، هذيك الحريه كتكون شويه الناس باغيين هذيك الحريه في الكوميديا، يعني دوي في اللي بغيتي، فهمتي؟ تكون كيدوي بالطريقه ديالو. لا مثلا المالكي مشى شارك كوميديا غيبان لك بصح واحد الحموضه ديال بصح تقول شنو هاد التخربيق. ملي كتعطي الانسان الحريه في اي مجال راه كيعطي. دابا مثلا ناخذوا نبقاو في التفاهه كموضوع. واش سبيد اللي عنده ملايير ديال شنو كيدير سبيد؟ حتى حاجه. سبيد ما هو فنان، ما هو رسام، ما هو سبورتي، زعما لا كيلعب في شي فرق كيتشقلب بصح مجنون، انسان ريلي كريزي. ولكن عنده قاعده جماهيريه. شنو اللي كيخلي الناس حتى هما في اوروبا وفي العالم يبغوا سبيد؟ الشاب المغربي ولا باغي شي واحد يمثله، يكون مجنون يمثل العقل الباطني ديالو، داك الوحشيه اللي كتخرج وداك التنمر اللي كيخرج في دماغه لداخل. كيفاش شكون هو اللي غيمثلني وغيقول داك الشيء اللي كنفكر فيه وانا خايف؟ هو المالكي ولا سبيد ولا whatever. لان بالطبع كاينين بعض الطبقات في المجتمع كيقارنوا هذا الشيء بالدين. كيقول لك لو كعب نو لو كعب غيظهر واحد واش فعلا الياس المالكي هو لو كعب نو لو كعب؟ فاش بريزونطانا في كينغز ليك ما بقاش لو كعب نو لو كعب. هذاك اللي كينتقدوا شنو درتي نتايا بقينا بادين ما عندكش حتى شي بادي. وما كنبغيش نسميهم تافهين، حيت الا سميتيهم تافهين راه حتى الناس هذيك التلفاز اللي عامر بمساج هذيك راه هي تافهه. انا نصنفها تافهه حيده. انا كنخلص عليها الضريبه خصها تحيد على الاقل المالكي ولا اللي بحاله كتخلص عليه ولا كتعطيه شي حاجه. عندك الحق انك انت اللي كتقلب عليه. لا درتي ليه لاشين ديالو ما تريكومونداش لك ما غاديش تبقى يطلع لك، ولكن انت اللي كتقلب عليه. التلفازات كتشعلها كتلقى واحد الشخص انت ما عاجبك، كتلقى ما عاجبكش ويبان لك هذاك انتقد. انت التلفاز اللي كتخلص عليه انتقد. وحنا ديما باغيين شي واحد يكون ولي الامر ديالنا. منعوا هادي جيبوه. انت ما قادرش تتحكم في ولادك وما قادرش تتحكم في راسك،
كدوي على الدوله خصها تتحكم في لينا في فاش خصنا نتفرجوا. الدوله تحكمات لك فاش بغيت تتفرج وما عاجبكش الحال، فاش لقاو الناس مقابل اللي فهمتي شي حاجه احسن من التلفازه ما انت ما بقى عاجباكش وتبدا تصنف هذا تافه هذا ماشي تافه. اي حاجه اللي ممنوعه مرغوبه، هذا هو اللي بغيت نقول. كيف في المالكي كيدير الكوميديا السوداء. الكوميديا السوداء هو سبونطاني، راه ماشي كيكتب سكيتش، كيبقى يدوي داكشي اللي باغي تقولو انت في العقل الباطن ديالك كيقولو. فهمتيني؟ هو راه انت نيت واش كيمثلك ولا لا؟ ياس كيمثلك، لانك انت كتمشي تقلب عليه وترشيرشي، كتمشي تكتب الياس المالكي وتضحك وتمشي تسناه في المطار لا جات بغي معاه تصويره. السيد كيهضر على مواضيع مختلفه، ماشي بحال في ستاند اب اي واحد كيبغي يضحك كيدولك على جداته. ولكن حنا مفتقدين الكوميديا السوداء، لذلك المالكي هو غير واحد الجزء لا يتجزأ من الرغبه ديال الشباب المغربي انه يسمع شي حاجه جديده. هو بصح كاين شي امور ما خصهاش تكون بحال الناس ربما كيطبعوا مع واحد الامور بحال السب ولا التنمر، بصح ولكن هذا هو الواقع، ماشي غير زيلت ديال السنوات ديال التعليم وكذا. الا كنت تشوفها بنظره سلبيه هذا غير نتيجه. علاش انت فجاه تبان شنو صنعوا؟ هذا راه واقع، راه حنا اللي صنعناه. راه الماكر راه نموذج، راه بزاف الدراري بحاله بزاف نفس الطريقه كيدويو. لا ولكن هاد النتائج ديال الاخلاق اللي وصل لها المغاربه واش النتيجه ديال المالكي؟ لا راه بيفور داك الشيء ديجا عندنا خلل اخلاقي. هذا هو المشكل. بلا ما قبل اليوتيوب عندنا خلل اخلاقي، عندنا تحرش، عندنا كذا. فهمتيني؟ ولكن كيبان ليا بلي حنا باغيين نلقاو شي سبه فين نلوحوا الفشل الاخلاقي اللي وصلوا ليه المغاربه. بصح وداك التنمر اللي ولا انسان معاق كاع كتوصل تدمر عليه. تخيل انسان معاق، انسان عنده السمنه كنوصلوا نتنمروا عليه بحال الفارق. بصح فهمتيني؟ انت ما عارفش واش مريض، انت ما عارفش واش عنده هرمون او واش عنده الهرمونات ديالو. كأنه هو باغي يبقى بحال هكاك وكأننا حنا كاملين كأننا حنا خلقنا الله ملائكة ما عندناش عيوب. إلا كتشوف راسك زعما كامل، شوف في المراية، شوف بقى تشوف وجهك غتلقى على الأقل 1 مليار عيب فيك، في أخلاقك وفي جسعات. تنمر على الناس الآخرين، راه ملي كتنمر كيخصك تفهم أن التنمر فعلا نسبة كبيرة ديال الناس انتحروا بسبب التنمر. نسبة كبيرة كيتعاطاو المخدرات، وكاينين الناس اللي وقع عليهم الرهاب الاجتماعي. نعطيك مثال، واحد الدري سميتو قلوة، حاشاك سميتو قلوة، خرج من المدرسة لأن الأستاذ تا هو كيقول ليه انت في رمضان ما خصكش تجي تدخل لأنك من مبطلات الصيام. والضفاك اسا والسات هو كيتنمر. اذا ماشي المالكي هو السبب. السبب جاي من الصغر، من ليديكاسيون، التعليم، سنين ديال الاستراتيجيه ديال الدوله ما قدراتش. تراكمات اللي كبيره اللي عطاتنا هذا الجيل اللي ما كيحترم لا امراه لا راجل كبير لا معاق لا ميت. ولكن راه ماشي غير هذا الجيل، الاجيال اللي قبل منه راه نفس الشيء. باش تبقاوش ديك الاسطوره ديال الجيل الذهبي راه حتى هي نفس الشيء، كوبي كولي كيتنسخوا. بلا كيقول لك هذا الجيل، راه حتى الجيل اللي غير هذا الجيل ربما تزاد بانوا غير في السوشيال ميديا بينات. اما راه الاجيال اللي فاتوا راه نفس كذا. باش نبقاوش نرجعوا هذا الجيل هو باش نبقاوش نكذبوا. كبرنا ما عرفناهم شنو، شفنا الظلم وشفنا التنمر، شفنا الاستهزاء، شفناه بعينينا. فجأة كنساو من الثمانينات وانت غادي نفس الوالدين، نفس الطريقه، نفس الافكار ديال الجيل هما الافكار ديال اللي الجيل اللي فات نفسهم. ديما بلان كيبغي يبين باللي راه الجيل ديالو احسن، راه ماشي الجيل ديالك احسن. فيك بحال كاين الخايب وكان الزوين. في هذا الجيل فيه الزوين وفيه الخايب، وداك الجيل اللي فات فيه الزوين بحال باش مابقاش نبينو. ولكن مساله التنمر تزادت ولا العصر الذهبي للتنمر هذا العصر. لانه طبيعه مع هذا. انا كما قلت لك تفاهم عاجبهمش الحال حيت واحد كيضرب الصرف هو غير كيدوي. هادشي اللي عايش ما عاجبهمش الحال. خاصك تخرج ودير بحاله باش هو يرتاح. الحسد وهذا هو من المصطلح. بنادم حاسد خاصك تكون بحاله ولا أسوأ منه، راه ما يفرحش فاش تكون حسن منه.
بحال هكاك الظروف عاوناتو رزقو جا بحال هكا. شنو بغيتي يمشي يوقف لك يكريسيك هادشي اللي باغينو. واش ما كيبانش لك باللي حنا وصلنا لواحد الدرجه ولينا كنقلبوا على شي حاجه تريح العقول، شي حاجه اللي ملي تفرج فيها تحس براسك كتفكر، ولا شي حاجه complicated to understand it. تحس براسك مرتاح وانت عا كتشوف ومفهم والو. راه داكشي على الصناعه الترفيه راه من الاغلى. راه الناس مابقاتش بغات تفكر واش انت بغيت دير ليها الماط الفيزيك باش تقول هذا هو اللي خصو يكون ديال الكونتوني اللي خصو، مابقاش تفكر. صافي هذا هو العالم ولا بحال هكا واقع. بغيتي تغيرو دير لنا البديل. كاين الناس بغاني يدير بحال ما غاديش تستقلك باش نكون متفق. كاين حاجه كتوقع مره صافي ما غاديش تعاود تدير، بحال شي ظاهره خلاوها ظاهره. وانا بصح حيت كنلاحظ بعثنا خاصه المال كيهاجم بحال كما قلنا قبيله، بحال هو اللي صنع هو المشكل هو المالك. ماشي مشكل ديال السنين نتوما دار غزيل تواقع لا بركه من الحسد. فهمتي؟ راه ماشي ضروري بنادم خصو يدير بحالك. الا ما عجبكش الحال ما تبقاش تفرج في الانترنت، غتحس براسك مزيان، غتحس باللي راه كاينش التفاهه. الا تفرجتي غتبان لك هذاك الشيء اللي كتشوف اللي كتعتبره تفاهه غيبان لك، تقول انا اللي كاين التفاهه في الانترنت. الا ما تفرجتش ما غيبانش لك. انت كانتك فيلتري ما يبقاش يبان لك. هذا هو الحل. اللي ما عجبوش الحال هذا زعما ما عجباش الحال، كتحس بحال المالكي بحال غيزاحم بشويه عليك. نتوما راه مسمح اشنو كتقدموا كاع في المسلسلات الضعيفه كتستافدوا من الدعم. شنو درت؟ مالك عطيتو شي حاجه ما عطيتو والو. لا انا اللي كنت باغي نقول ماشي قاليت شنو السبب. لنفرض حيدنا المال، نحيدوا المال، هذاك واش الشاب المغربي غادي صافي غيبقى يمشي كتاب وغادي يقرا وغيولي عالم العلماء؟ فهمتيني؟ لا سيدي راه عندك international people like المالكي، عندك بزاف الناس بحال المالكي، ولا ما كانش هو غيمشي يقلب عليهم، ولا غيخرج الزنقه يمشي يجمع مع داك الحماق ديال الحومه اللي تيدير بحال القرض وتيدير الاصوات ديال الحمار، وغيبدا يضحك لا ماشي مساله ديال المالكي. انت حيدتيه المالكي وانت شديتيه كاع في الحبس. راه عندك الناس راه كيقلب هو على شي حاجه اللي تريح ليه الدماغ ديالو، راحه العقل. هاد القضيه راه جد عميقه. باش ندوي على الشاب المغربي كيقلب على شي حاجه تريح دماغه، ما بقاش باغي شي واحد يعاود ليه على التاريخ البيزنطي. انا كناديو بالفريدم، خاصها تكون حريه باش انسان يعبر عن الراي ديالو، ولا هضر على ما نعرف كذا نمشي نشدو في الحبس. وهو بالذات منين جابها صح. بالتالي هو راه كيف قلنا صنيعه ديال واحد المنظومه كبيره صوبت لينا المالكي وصوبت لينا. دونك هو يردد ما يقال. Podcast.